ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله وصلي على الرسول وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. وبعيد بقى عن اللحمه والفراخ والكلام ده كله اللي الناس اصلا مش هتقدر عليه كل يوم. تعالوا النهارده نعمل اكله حرشه كده تفتح النفس. وبصي يعني ما شاء الله الطبليه مليانه. الاكله الحرشه متنفعش غير على الطبليه. سفرة ايه وكلام ايه وكلام فاضي دوت. احنا الناس بتوع الطبليه، احنا الناس البلدي نقعد على الطبليه كده ونشمر ونسمي الله وبناكل. معلش مبدئيا انا مش قادره اتكلم كتير لاني زي ما انتم سامعين صوتي عندي برد. فانا معظم الفيديو انا مش هسجل فيه غير بعض اللقطات الصغيره بس. انا هبتدي اول الاكله النهارده بان انا هقلي معاكم البتنجان ومولعه البطاطس ايه اسلقها. وهنا هعمل دقه البتنجان اللي هي دقه مختلفه شويه. مش يعني انا ما شفتش ناس كتير من اللي انا اعرفهم بيعملوها. وهي الميزة اللي فيها الخل بتاعها زايد، هو توم وشطة وطماطم. والمفروض لو في عودين كزبرة خضرة تحطيهم، بس أنا ما كانش فيه. فايه حطيت ملح وكمون وشوية كزبرة ناشفة وضربتهم بالمنظر دوت. انا ضربهم في البتاع المطحنة دي ليه؟ لان عندي الكبة بتاعتي كبيرة قوي. يعني الكبة بتاعتي اللي هي بتاخد لتر ونص، فدول هيروحوا فين فيها؟ فبعملهم هنا بالمنظر ده كده. وهنا ايه هقلب البتنجان، واول ما يخلص قليه انا هطلعه اركنه لما يهدى واقوم جايه ايه محديه. انا بحاول ايه اقول بسرعه يعني اشرح الاحداث اللي جايه بسرعه عشان يعني مش هقدر اتكلم كتير. ويا جماعه رمضان مش يعني اكل وشرب، مش يعني لحمه وفراخ، مش يعني حلويات، لا. رمضان ربنا جعله للعباده، الصلاه والصوم، ولازم نتعلم فيه حاجات كتير. مش رمضان ما تعملش عشان نملى التلاجات والفريزرات وكل يوم ايه نرمي ده ونجيب ده، لا. رمضان ما تعملش كده، وربنا يعين كل واحد ايه على حاله. فعشان كده انا حبيت اشارككم اليوم دوت عشان تعرفوا ان احنا مش في رمضان مقضيينها لحمه وفراخ وبس، لا. ده احنا بناكل اكل شعبي عادي. وفي ايامها هتلاقونا عاملين فيه فول وبطاطس وجبنه وزي الفل، والحمد لله حامدين ربنا وشاكرين فضله يا رب. ربنا يديمها علينا النعمه. ودايما حطوا في بالكم كده ان لقمة عيش وشوية ملح في وسط ولادك وهم بخير وانتوا بخير بالدنيا وما فيها، تسوى الدنيا وما فيها. في ناس معاها يعني ملايين ومش مرتاحين. الراحة مش بالفلوس ولا الهنا بالفلوس. اه في حاجات بيبقى مثلا بنقف عليها عشان خاطر الجنيه، بس بالعكس ربنا موزع الارزاق، كل واحد واخد ال24 قيراط بتوعه بس بشكل مختلف. في اللي واخدهم رزق في الفلوس، في اللي واخدهم في العيال، في اللي واخدهم في الصحة. فلازم تبقوا فاهمين الحوار ده كويس. هنا انا هعمل ايه رز فول اللي ما شافوش قبل كده. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، حاجه ما بطلعها من الفريزر انا غسلها قبل ما اشيلها، بس لازم ايه اغسلها كمان مره عشان انزل التلج اللي عليها. واللي ما شافش طريقه الرز الفول قبل كده يشوفوا تاني في الفيديو دوت. وبجد كانت احلى اكله من اول رمضان اعملها، وكان لما شبعنا كان ما شاء الله عليها. ولو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوناش بدعوة حلوة منكم، لان زي ما انتوا سامعين انا كلمة تعبانة دي شوية، انا خلصانة والله. هنا كده جبت كيس طماطم كنت مصلصاها وفضيتها على الفول، وهجيب كمان شوية مية احطها عليه واسيبهم بقى لحد ما يستووا مع بعض نص سوا قبل ما احط الرز. معلش يا جماعة والله مش قادرة. انا قلت ايه لا اسجل الفيديو وانزله، ولا انا حتى بسجله يعني وانا في السرير مش قادرة اقوم. حطي ملح فلفل كمون. واحب اقول لكم بقى عن تجربتي مع الحلل الفاشله ديت. هو بيقولوا في انواع كويسه بس ما قابلتنيش انا. ده كان تالت طقم اجيبه من لما الحلل دي نزلت وفشلت معايا. اول واحد جبته
ما كملش اسبوع وابتدت تظهر فيه نقط سودا كده، بس اللي انا كنت جايباه منها يعني قالت لي لا هاتيه وانا هرجعه واجيب لك غيره، وجابت لي طقم تاني 3 4 اشهر وباظ. جبت دوت، هما الحله دي والحله اللي بسلق فيها البطاطس باظوا، والتانيين ايه عشان ما بستعملهمش كتير لسه ماسكين نفسهم يعني. انا هنا كنت بشيل شويه فول في السلطانيه لان انا مدمنه اكل شويه كده، زي مثلا ما بنكون بناكل شويه بسله، فشلت لي شويه صغيرين. فضي الرز عليه كده وظبطي ميتك وتسيبيه يستوي. واللي ما شافش الفيديو اللي فات، انا الرز فول بعد ما خلاص بيستوي حته قشطه حته سمنه زبده، وقوم جايه مقلباه فيها قبل الاكل على طول. هنا انا حطيت الطاسه على النار عشان الزيت يقدح، وحطيت في الطاسه التانية حته سمنه بلدي عشان ايه احمر فيها البيض اللي سلقته. شفتوا ده انا عملت جريمه بالبيض اللي انا سلقته ده. لا الحمد لله، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. البيض ده يا جماعه كله انا مش شارياه، عشان ما حدش يقول ايه انت بتوفري من هنا وتعملي من هنا. اخت جوزي كانت عندي من قبل رمضان، وكانت جايبه لي ايه بتاع حوالي 20 بيضه، فاكلنا منهم واللي اتفضل ايه سلقته جنب الرز الفول. كان عندي قبل رمضان بيومين، واحنا قعدنا ايه يومين عند الحاجه، فما كانش حد بياكل، واحنا اساسا ما بنتسحرش، احنا بنفطر محدش فينا بياكل تاني، فالبيض قاعد يعني عشان ما حدش يقول انتي بتوفري لحمه وفراخ وجايبه بيض بقد كده والبيض غالي. ولو ما كانش فيه ما كنتش جبته بالمناسبه يعني، زيكم الحال ماشي على الجميع. هنا البيض كان خلاص اتحمر، ورشيت عليه شويه فلفل اسمر وشويه كمون، يعني احنا بنحبه كده، اللي مش حابب الخطوه دي ما يعملهاش. في ناس بتحمره في الزيت زي البطاطسايه عادي، في ناس بتاكله مسلوق كده، الطريقه اللي تعجبك اعمليها، انا بس حبيت ايه اشارككم يومنا يعني. البطاطس اتحمرت خلاص وطلعتها، وببقى مجهزه ايه في طبق شويه ملح بشويه كزبره ناشفه. بعد ما بخرج البطاطس كده بقوم جايه رشه عليها من على الوش، هي طبعا محطوط لها ملح في السليق، بس ايه لازم رشه من على الوش. متنسوش يا جماعه لو وصلتوا لحد هنا بقى كمان لايك وشير ودعوه كمان جميله منكم. كده كنت انا برص ايه اخر رصه في البطاطس، وهرجع اقول لكم لقمه عيش وشويه ملح في وسط ولادك بالدنيا وما فيها، قاعدين مرتاحين تحت سقف واربع جدران ساترينكو احسن من ناس كتير. شوفوا دايما حال الاقل منكم عشان ترضوا باللي انتوا عايشين فيه. لو كل واحد بص للاحسن منه عمره ما هيعيش مرتاح. دايما عشان تعيش مرتاح بص للاقل منك. بصوا هنا كان خلاص بقى المغرب، وده الطبلية بسم الله ما شاء الله، يعني خيرات ربنا كتير يا جماعة والله. مش معنى ان هو اكل من غير لحمة وفراخ يبقى وحش، لا ده بالعكس، خير ربنا كتير ومليء وفاض والله، اقسم بالله فاض كمان. انا عايزه اقول لكم انا مسجل الفيديو ده ان انا فايض رز فول، انا مش هطبخ النهارده، هنحمر جنبيه تاني بطاطس وهنقضي كمان النهارده. لازم تتعودوا على كده، نعمه ربنا ما تترميش، لازم تصونوا النعمه. وده انا كنت عامله عصير فراوله، والتاني دوت كنت مطلعه كيس برتقان بالجزر والبنجر اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده، اللي ما شافش طريقته يرجع للفيديوهات وهيلاقيها. وكده الفيديو بقى خلص معاكم، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش لايك وشير ودعوة جميلة منكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.